الجملة الشهيرة اللي دمرت الشركات وضيعت ترقيات وولعت خناقات بين الديفيلوبرز والديف اوبس. يا فندم، كودك مش شغال على السيرفر ومطلع ايرور. فبيرد المبرمج بثقة: بس الكود شغال عندي على اللوكال وزي الفل، العيب من السيرفر بتاعكم. المأساة دي كانت بتحصل زمان بسبب بسيط جدا: الانفايرومنتال دريفت. النسخة اللي عندك من جافا غير اللي على السيرفر، الكونفيجريشنز مختلفة، أو نظام التشغيل نفسه في سطر كود بيتعامل مع الفايل سيستم بشكل مختلف. عشان نحل المأساة دي كان لازم نلاقي طريقة نعزل بيها الابليكيشن بتاعنا بكل اللي محتاجه جوه صندوق مقفول عشان يشتغل في أي حتة بنفس الطريقة بالملي. وهنا ظهر حلين غيروا تاريخ السوفت وير: الفيجواليزيشن والكونترنايزيشن. أهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. أنا مصطفى سليمان، والنهارده احنا جايين نشرح ليه الفيرتشوال ماشينز القديمه ما بقتش كفايه للمايكرو سيرفيس، وليه الكونتينرز بقت هي الملك المتوج على عرش الكلاود نيتيف سيستمز. تعالوا نرجع بالزمن شويه. زمان عشان نحل مشكله العزل دي كنا بنستخدم الفيرتشوال ماشينز عن طريق تكنولوجيا الفيجواليزيشن. تخيل ان عندك سيرفر قوي جدا في الداتا سنتر وعايز يشغل عليه 3 ابلكيشنز معزولين تماما عن بعض. كنا بنحط سوفت وير اسمه الهايبرفايزر زي الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس. الهايبرفايزر ده بياخد الهاردوير الحقيقي ويقسمه حتت مجازيه او افتراضيه. فتروح انت باني فيرتشوال ماشين كامله، والفي ام دي عشان تشتغل لازم تنزل جواها نظام تشغيل كامل بنسميه جيست اوبريتنج سيستم، يعني نسخه ويندوز او لينكس كامله بالكيرنل بتاعها بالدرايفرز بتاعتها، وبعدين تحط جواها الابليكيشن بتاعك. ايه العيب القاتل هنا؟ العيب هو الاوفر هيد المرعب. تخيل ان الابليكيشن بتاعك حجمه 50 ميجا جافا كود، وعشان تشغله بتضطر تحجز له 2 جيجا رامات و20 جيجا هارد ديسك لمجرد ان نظام التشغيل اللي هو الجيست اوبريتنج سيستم يشتغل ويقوم. مش بس كده، الفيجوال ماشين عشان تقوم وتعمل بوت بتاخد من دقيقة لدقيقتين. كأنك بالظبط بنيت عمارة كاملة بأساساتها وسلالمها وأسانسيراتها عشان تسكن فيها شخص واحد بس. هل ده منطقي؟ طبعا لا. وده اللي خلانا نوصل لطريق مسدود لما بدأنا نعمل مايكرو سيرفيسز ومحتاجين نقوم 50 خدمة جنب بعض. هنا بقى ظهرت الثورة الكونتينرايزيشن بقيادة دوكر. الناس بتاع الكونتينرز فكروا بطريقة تانية خالص. قالوا هو احنا ليه بننسخ نظام التشغيل في كل مرة؟ ما السيرفر الأصلي عليه نظام تشغيل الهوست اوبريتنج سيستم وشغال وزي الفل. ليه التلاتة ابليكيشنز ما يشاركوش نفس الكيرنل بتاع السيرفر الأصلي، بس بشرط يكونوا معزولين عن بعض؟ وهنا اتولد الكونتينر انجن. السوفت وير ده ما بيقسمش الهاردوير زي الهايبرفايزر، ده بيشتغل على مستوى نظام التشغيل نفسه، وبيستخدم ميزات عبقرية في نواة اللينكس زي النيم سبيسز والكنترول جروبس عشان يعمل صناديق معزولة افتراضيا اسمها كونتينرز. الكونتينر جواها ايه؟ جواها كود الابليكيشن بتاعك والديبندنسز بتاعته بس، مفيش جيست اوبريتنج سيستم. طب ايه النتيجة؟ واحد، الخفة لايت ويت. الكونتينر اللي كان بياخد جيجا بايتس في الفيرتشوال ماشين بقى حجمه بالميجا بايتس. اتنين، السرعة الانفجارية. الكونتينر ما بيعملش بوت لنظام تشغيل، هو بيقوم في أجزاء من الثانية سب سكند بوت تايم. المثال بتاعنا هنا، بدل ما تبني عمارة لكل يوزر، انت عندك عمارة واحدة قوية اسمها هوست اوبريتنج سيستم، وقسمتها شقق مفروشة ومعزولة كونتينرز. كل يوزر ليه شقته ومحدش شايف التاني، بس كلكم بتستخدموا نفس شبكة المياه والمجاري وأساسات العمارة اللي هو الشيرد كيرنل.
تعالوا نعمل مقارنة اللي بتحدد شغلنا كاركتكتس في أرقام. من حيث الموارد resource efficiency في الفيرشوال ماشين انت بتقطع رامات وبروسيسور ثابتين، ومستحيل الابليكيشن التاني يقرب منهم حتى لو الفيرشوال ماشين فاضية. في الكونتينر الموارد مرنة دايناميك، الكونتينر بتاخد اللي محتاجاه بس من السيرفر الأساسي، ولو نامت الموارد بترجع لباقي الخدمات. من حيث السكيلينج، فاكرين كبسولة الهوريزونتال سكيلينج لما اتكلمنا عن كتيبة الدبابات؟ تخيل السيستم عليه ضغط ومحتاج تكرر الاوردر سيرفيس 10 مرات فورا. لو شغال بالفيرشوال ماشين هتقعد 10 دقايق عشان ال10 سيرفرات يقوموا. بالكونتينرز ال10 سيرفرات هيقوموا في اقل من ثانيتين. من حيث الامان والعزل isolation and security، هنا الفيرشوال ماشين بتكسب لان العزل فيها على مستوى الهاردوير هارد ايزوليشن. لو ابلكيشن اخترق الفيرشوال ماشين هيفضل محبوس جواها، لكن في الكونتينر العزل برمجيا سوفت ايزوليشن. فلو هاكر عبقري قدر يخترق الكيرنل المشترك ممكن يوصل لباقي الكونتينرز اللي على نفس السيرفر. الخلاصة الهندسية للنهاردة، امتى تختار دي وامتى تختار دي. روح للفيرشوال ماشينز مباشرة لو بتشتغل ليجاسي سيستمز قديمة معقدة أو محتاج أمان وعزل صارم جدا للبيانات زي البنوك، أو محتاج تشغل أبليكيشن بيشتغل على ويندوز وأبليكيشن تاني بيشتغل على لينكس على نفس السيرفر الفيزيكال. روح للكونتينرز فورا لو بتبني مايكرو سيرفيس اركيتكشر، محتاج أداء سريع جدا، بتعمل continuous deployment CI/CD، وعايز الكود اللي يطلع من اللابتوب المبرمج يشتغل على السيرفر بدون مفاجآت. لكن في الحقيقة خطة الديبلويمنت في الأنظمة المعقدة ما بتمشيش ورا مسار واحد. الواقع العملي بيقول إن الكونتينرز بتشتغل جوه الفيرتشوال ماشينز. يعني بندخل على AWS أو Azure نشتري فيرتشوال ماشينز قوية ومؤمنة تماما على مستوى الهاردوير، ونعمل لها سكيل أب، وجوه الفي ام ده بنشغل الكونتينر انجن ونرمي جواه عشرات الكونتينرز الخفيفة والسريعة سكيل اوت. وبكده اخدنا امان الفيرتشوال ماشين وسرعة وخفة الدوكر. الكبسولة دي هي اللي هتفتح الباب للوحش الجاي اللي بيدير كتيبة الكونتينرز دي كلها. استنانا في كبسولة الكونتينر اوركستريشن او الكوبرنيتس. وما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة اللي جاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.